السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم جميعا يا رب، وين ما كنتوا كيف ما كنتوا من أي بلد أنتوا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية جميعا. رمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية يا رب. بداية حابة اترحم على أرواح الشهداء اللي قضوا نحبهم بالأيام القليلة الماضية بهاي الأحداث اللي حدثت ولا زالت مستمرة إلى حد تصوير هذا الفيديو. وإن شاء الله يا رب كلياتنا بندعي وبنتمنى بهالأيام المباركة والفضيلة وبهالشهر الكريم إنه رب العالمين يشيل عنا هاي الغيمة وهي الغمامة، يزيلها عنا نهائيا، ونقدر نرجع بلدنا للأمن والأمان والاستقرار، ونرجع نعيش مثل بقولوا تحت سقف وطن واحد، كلياتنا مواطنين سوريين، بغض النظر عن طائفتنا، عن ديننا، عن معتقداتنا، عن انتماءاتنا السياسية الاجتماعية. نحن كلياتنا تحت مسمى اسم مواطن سوري، مواطن سوري، وليس أي شيء آخر. بغض النظر أنت شو انتمائك، أنت شو دينك، شو مذهبك، أنت مواطن سوري. ولكن عليك الالتزام بهذه المواطنة، المواطن السوري، يعني أنت لك حقوق وعليك واجبات. عليك الالتزام بواجباتك، وعليك تأدية واجباتك وحفظ حقوقك. كلياتنا مواطنين سوريين، كلياتنا بنتمنى لسوريا تعيش الاستقرار وتكون بأمن وأمان، ونكون مضرب مثل لكثير من البلدان. لكن للأسف في فئة قليلة ما لا تريد هذا الشيء لنا، لا تريد لسوريا الاستقرار، لا تريد لسوريا الازدهار، لا تريد لسوريا أن تبقى منارة مشعة في خاصة ضمن الدول العربية. كلياتنا بنعرف شو قيمة سوريا بالنسبة للعالم، ولحتى يعني للعالم أجمع، مو خص نص الوطن العربي. الحمد لله إلها مكانتها، إلها قيمتها، مو من هلا، من عبر التاريخ، يعني من الزمن الغابر مثل بيقولوا. لكن للأسف هؤلاء الثلة أو القلة بتمويل خارجي، كلياتنا أكيد عنا ثقة تامة إنه هؤلاء لا يريدوا الخير للبلد، لا إلنا ولا للبلد. يعني هدول عم يشتغلوا من مبدأ يا قاتل يا مقتول، ما عاد عندهم حل غير هذا الحل. لذلك بيقولوا قد ما خربنا، قد ما مليح عملنا يعني بلبلة وكذا ومنجر لإلنا شركاء، بيكون كتير منيح. بس بتمنى من الناس اللي عم تنجر وراء هؤلاء القلة القليلة تفكر بعقل، تفكر بحكمة، وتدق فرام مثل بيقولوا وترجع لورا، لأنه هدول ما بيريدوا خير لا إلكن ولا للبلد. هدول كم حثالي كانوا معزوزين طبعا بظل العصابة الأسدية، كان إلهم صولة وجولة، وكان إلهم كلمتهم، وكان إلهم حساباتهم. فجأة انسحب البساط من تحت رجليهم، وقعوا تزحلقوا، ما عاد إلهم لا قيمة ولا كرامة، ووجودهم رح ينمحى. فقرروا انهم يقوموا بهاي المعمعة، وبيقولوا قد ما شو ما عملنا منيح، ما نحن هيك مقتولين، او نحن هيك رايحين، بقى بنعمل بلبلة، بنعمل قصة، بنعمل حركة، الا ما نعمل شي من وراها. لذلك نصيحتي للناس اللي عم تنجر وراء هؤلاء انه عدوا للعشرة، عيدوا حساباتكم، انتوا عم تروحوا على الطريق الغلط، على الضفة الخطأ. هذا الشيء ما رح يستمر إن شاء الله، هي أيام أو ساعات معدودة إن شاء الله، والأمن بيبسط سيطرته على كافة الساحل ومناطق اللي قامت بهاي المعميعة، وبتم القبض إلقاء القبض على هؤلاء الحثالة ومحاسبتهم إن شاء الله. وكلياتنا لن نرضى إلا بمحاسبتهم. لن نسامح، لن نسامح، لن نسامح، لن نصفح، لن نصفح، لن نصفح، ولن نسكت بعد الآن. نطالب الحكومة الجديدة بفرض عقوبات مشددة جدا بمن يمجد نظام الأسد، أو يمجد الأسد، أو يمجد البعث، أو أي شيء يخص تلك الحقبة.
يجب سن قانون ردعي قولا واحدا لأمثال هؤلاء الأشخاص. يعني من فترة سمعنا سلاف فواخرجي عم بتعلق وتعلق وتحكي وتمجد وتقدس، وقبلها كانت كندرة حنا، وقبلها ماخر، وما بنعرف شو كمان مستقبلا جايينا. يعني وإلى متى، مثل بقولوا إلى متى؟ كفانا مثل بقولوا مثل عاملين حالنا كيوت أو نحن الكياتي. لا، هاي المواقف لا تستدعي الكياتي أبدا، تستدعي بضرب بيد من حديد، محاسبة. حتى لو عم بمجد بكلمة أبدا. النظام بألمانيا يمنع منعا باتا ذكر أي شيء، حتى اسم ذاك الشخص ممنوع ذكره، ممنوع التسمية باسمه. تخيلوا لوين يعني نحن وصلنا لوقت بألمانيا ممنوع ذكر ذاك الشخص بتلك الحقبة أو أي شيء يخصه، أو منادات أفكاره أو كذا أو إلى آخره، ومحاسبة ومعاقبة كل من يفعل هذه الأشياء. كذلك ندعو ونتمنى من الحكومة السورية الحالية سن قوانين وأنظمة تردع أمثال هؤلاء من هذه الأفعال، أقوال تمجيد، ذكر أيا يكن، ممنوع منعا باتا. نتمنى لسوريا الحبيبة إنه يرجع لها الأمن والأمان والاستقرار، ونرجع نبني سوريا الحديثة مثل ما كلياتنا بنتمنى. إن شاء الله يا رب يكون هالوقت كتير قريب. بنتمنى الله يحمي جميع الشباب ويحقن الدماء، وتكون هاي الفورة والمعمعة اللي صارت نهاية النهاية. يعني لا قيامة من بعدها. يعني نكون إن شاء الله اجتثينا كل فلول النظام أو العصابة الأسدية اللي تبقت بالبلد، ونقطع دابر اللي كل مين بيريد بسوريا شر أو سوء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.